بوجد الترحيب بحضراتكم. ايضا برحب بضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر تهامي. استاذ ياسر، طالما عرجت الى روما فمحمد صلاح هو الحديث الان في الصحف الايطاليه وايضا في صحفنا المصريه بعد انتقاله على سبيل الاعاره من تشيلسي الى فيورنتينا الايطالي. بيسجل في القائمه الاوروبيه ويدخل في اليوروبا ليج في مواجهات فيورنتينا، واعتقد ان اول مواجهه ليه هتكون مع توتنهام اول مباراه. مظبوط. وايضا هيتواجد في الدوري الايطالي. تجربه البعض بيقول انه وجوده في الدوري الانجليزي مرتبه اعلى من الدوري الايطالي، ولكن البعض بيقول قد تكون هي بوابه لظهوره مره اخرى في الدوري الانجليزي بعد انتهاء الاعاره، اما في تشيلسي او ربما ينتقل من الدوري الانجليزي الى دوري اخر قد يكون الاسباني او الالماني. توقعات كثيره، لكن تقييم حضرتك للتجربه وما حدث. هو طبعا محمد صلاح كان ليه تجربه ناجحه في بازل السويسري طبعا، وهي دي كانت بوابه السبوت، يعني هو ده اول بدايه ليه او رقم واحد في خطواته للاحتراف الاوروبي. الخطوه الثانيه لما جه اتنقل للبلوز تشيلسي، وانا قلت له يعني انا كلمته وقلت له تروح الريدز ليفربول افضل من تشيلسي. وهو لو مش هقول لك الاونست، محمد صلاح اونست ومؤدب وانسان كويس، هيقول لك اللي انا نصحته بهذه النصيحه. لان ليفربول كان هيلعب ماسك التيشيرت بتاعه 74 الشهداء دي لها قصه نتكلم عنها. فطبعا مش عايز اقول ما استجابش للنصيحه، لكن انت دايما الناس اتعودت اللي هي بتاخد برضه ممكن تسمع منك وبرضه تسمع من هنا تطلع من هنا او تفوت من هنا زي ما بيقولوا، وده حاجه مش كويسه. يعني الكلام ده في مصر على فكره، يعني قبل كده برضه ماتش الاهلي وفاكر بورسعيد لما جيت كنت مع حضرتك هنا برضه من كام سنه وقلت من غير جمهور، ده الماتش بقى الوحيد المفروض يتلعب من غير جمهور، ما حدش سمع الكلام. وكان سمير زاهر الكابتن سمير زاهر هو كان رئيس اتحاد الكوره وما استجابش، وانا كان قبل الماتش بيومين كنت موجود لو تفتكر. صحيح. وقلت لخالد برضه الكابتن خالد لطيف. انا مش عارف الناس يعني جرت العاده، الناس بتسمع كلام وما بتنفذش حاجه على ارض الواقع لان الناس مش مركزه. طيب هو دلوقتي جاله العرض ده، ما تنساش ان هو كان وجوده في تشيلسي يعني في اذى نفسي، حتى يعني بدا انه ما يبقاش موجود في المباريات، بدا يبقى الكلام على انه البيع او انه ينتقل الى اي نادي، انه مورينيو مش عايزه يستمر قصه. والله هقول لحضرتك حاجه، انا شايف الموضوع مش حاجات اذى نفسي، لان محمد صلاح ما خدمش نفسه. محمد صلاح كان اقل مستوى ليه مع تشيلسي. انا شفت يعني انت عارف ان انا متابع جيد للدوريات الاوروبيه، خاصه يعني الانجلش بريمير ليج والسيريا 1 الدوري الايطالي وسبانيش ليج يعني والبوندوز ليج، انا متابع الدوريات الاوروبيه. يعني ده يتقيم بكام من 10 وده كام من 10؟ ما هو نمره واحد في العالم لو هتقول فيرست 1 في الدوريات الاوروبيه الدوري الانجليزي بلا منافس. نمره 2 في المرتبه الثانيه هو الدوري الاسباني زي ما حضرتك عارف. الدوري الايطالي هو رقم 3، ثم الدوري الالماني، ثم الدوري الفرنسي. هو ده تقييم الدوريات في العالم. الدوري البرتغالي بعد كده سادس، وبقى التركي والكلام ده. لكن الدوري الانجليزي مرتفع جدا. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الدوري يعني احنا بنتكلم عن الدوري الانجليزي في عجاله. الاتحاد عامل 5 مليار استرليني ارباح. الاتحاد الانجليزي مفيش اتحاد في اوروبا عمل كده، وبايع حقوق حصري للانجلش بريمير ليج وحتى الناشونال واي الدرجه الاولى ب 3 مليار دولار او 3 مليار استرليني اعلى. يعني وصل ل 6 و7 مليار. انت عندك في مصر هنا ما تبقوش ب 50 قرش. يعني ليه بقى؟ مش سخريه ولا حاجه، انت عارفني يعني انا واقعي، لكن انت ما عندكش تسويق، ما عندكش ناس بتشتغل على دي سلعه، ما تعرفش تقيم الاصول. طبعا دي حاجه دي اصول طبعا اصول، ودي حاجه سلعه مهمه مطلوبه. الاتحاد الانجليزي بيحاسب اي نادي لو حقق خسائر طبعا او انه عنده صفقات غير ناجحه او كذا، لانه يهم ان كل الانديه الانجليزيه تبقى ليها قيمه ماليه كبيره جدا، عشان ده اللي بيتقل في النهايه قيمه الدوري الانجليزي كله. السلع اللي هي السلع بقى اللي احنا بنتكلم ايكونوميك سبيشاليست، بنتكلم في يعني اقتصاد بحت. محمد صلاح تجربته في ايطاليا، هل تتوقع ان هي تكون تجربه مثمره مغايره لتجربته في انجلترا؟ اتصور ويعني اعتقد اللي بنسبه كبيره التجربه بتاعته مع الفيولا فيورنتينا هتبقى كويسه. المدرب كان مقتنع بيه ومتابعه. يمكن في تصريح عايز اقول لحضرتك، المدرب مونتوليا قال انا متابع محمد صلاح مع بازل ومع تشيلسي. اول ما اتنقل لتشيلسي انا حسيت ان مستواه هيهبط وتوقعت كده. التصريح ده في لا جازيتا ديلو سبورت عامل تصريح،
وعامل في راديو ايطاليا حوار كبير عن واتكلم عن محمد صلاح. ايوه. وقدر المترجم الحمد لله اللي هو المغربي يهرب بمحمد صلاح من مستنقع السياسه. طبعا عايز يورطه طبعا عايز يورطه يقول انت في اليوروب ليج ما انت مع بازل. أيوة. ما سلمتش على الفريق اللي هو بتاع الكيان الكيان الصهيوني. فقال لا هو هرب من الموضوع ده لان طبعا دي مشكله الناس هناك في حاجه اسمه مكابي تقريبا. مكابي حفا. هو ملوش دعوه بالسياسه لان انت عارف البوليتيكال دي مشكله كبيره قوي دلوقتي. حتى الناس دلوقتي هربت بالسياسه وبتشتغل رياضه دلوقتي. كويس. لكن انت واقع اللي هو بتخدم على السياسه طبعا اصل انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ حسام. انا شايف الاعلامي يبقى لازم ملم بكل حاجه. مفيش حاجه اسمها رياضه كشكول ومش اعلامي رياضي كشكول. بالظبط كده. لازم يكون عندك الباك جراوند الخلفيه في كل حاجه. اتكلم ايكونوميك اقتصاد، اتكلم بوليتيكال سياسه، اتكلم سبورتس، اتكلم. انا دايما بقول للزملاء ان احنا اتعلمناها زمان انه الاعلامي يعرف شيء عن كل شيء وليس كل شيء عن شيء. بالظبط يعني ده مهم. كل بستان زهره او ورده في المسمى. عايز افكر حضرتك حاجه ان مونتوليا اللي هو المدرب او المدير الفني لفريق اللي هو الاسم الحركي الفيولا فيورنتينا، ده كان فيه بيلعب اللعيب الكبير عمر جبريل باتيستوتا الارجنتيني، وكان الهداف التاريخي للارجنتين طبعا وما زال. يعني مارادونا كان 7 اهداف وميسي 3 اهداف، بس ميسي شكله هيعدي يعني. اللي انا عايز اقول لحضرتك لعبوا الاهلي واس روما، لعبوا هنا لو تفتكر المباراه الوديه سنه 2001، وهو اللي حط جون بتاع اس روما. كان لعيب في اس روما وكان مدرب ايضا في اتلانتا واس روما نص موسم وعمل نتائج كويسه. ثم الفيولا اللي هي فالنتينا. انا هكلم بقى حضرتك من وجهه نظر الصحفيه. انا فاكر من كام يوم كده الاسبوع اللي فات كنا في صباح رياضه واحد ضيوفي فبقول له انا خايف على محمد صلاح من الصحافه الايطاليه. والصحافه الرياضيه الايطاليه هي المقصله اللي بتقع امامها رؤوس كل النجوم في ايطاليا وفي اوروبا عموما، وما بتسكتش وما بتسيبش حاجه. هل تعتقد انه ده هيكون يعني امر يجب ان يحذر منه محمد صلاح في وجود يمكن انجلترا عمليه هاديه شويه رغم ان الصحافه الانجليزيه برضه شرسه قويه وشرسه طبعا، ولكن ليست في شراسه وقوه الصحافه الايطاليه الرياضيه. طبعا انا بتفق مع حضرتك تماما في الجزئيه دي، لان هو الصحافه الايطاليه صحافه الاثاره برضه يعني. يعني مش مورينيو طبعا فضايح وكده. لكن انا عندي يقين وثقه في الله اولا طبعا اللي الولد يعني محمد صلاح هيقدر يتجاوز الموضوع ده. ليه؟ لان ولد مؤدب يعني محمد صلاح ملتزم حاجه لا في سويسرا في انجلترا. بلوتيلي عامل مشاكل مش عارف ومين بيعمل مشاكل. حتى من الناحيه الفنيه برضه انتقادهم برضه الفني يعني طبعا يعني ممكن لا قدر الله اول مباراه ليه يقولوا ايه ده وجاي ليه والمصري ده جاي فين. لا هو انا ما اعتقدش الموضوع ده هيحصل. لان هو المدرب قال انا لازم اديله ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لاني انا مؤمن بامكانياته او مقتنع بامكانياته بشكل ادق. فمعنى كده اللي هو هيديله الفرصه. محمد صلاح عايز فرصه كويسه وهو بيشتغل على نفسه. يعني انا في النصايح وعلى انستجرام هو ببعت له نصايح على طول وقلت له لازم تشوط. ما بيشوطش على الجول خالص. قلت له لازم تشوط لازم تلعب. احنا عندنا لعيب من اصل مصري بس هو مش مبسوط انه مش معترف. ده ستيفن شعراوي. لا هو بيقول لا هو بيلعب في الميلان بس هو بيقول انا من مصري. يعني هو بيقول انا لعيب مصري ويقول لك السلام عليكم وبتاع وكده وحتى صاحبي كلمه وخلاني اكلمه. لا هو بيتكلم كمان يعني عنده شويه يعني طول الصايب يعني انا فاكر زمان لما كانوا عايزين يجيبوه في منتخب الشباب او حاجه زي كده قال لهم لا يعني انا لا ما هو ايطالي. لا ما هو لا مش كده. هو هقول لك يا استاذ حسام يعني انت دلوقتي بتلعب في منتخب ايطاليا طبعا الشباب وبتلعب المنتخب الاول صح. وهو والدته ايطاليه وامه يعني ايطاليه ومولود في ايطاليا ووالده مصري. انا مش عايز اقول بس يعني عشان ما ناخدش الامور كده بنفسنا وشخصنه. انت هو خلاص هو المقيم نانسي عجرم لو ما قلتش لو ما كنتش انت مصري تبقى ايه هيجي. وعلى فكره ده انت عندك لعيبه مش ستيفن شعراوي. انت عندك لعيبه كتير جدا كتير فعلا اكتر من 37 في الدرجات المختلفه للدوري وفي المراحل السنيه 37 لاعب. عبد الله ياسين بيلعب في باريس سان جيرمان. حد يعرف عنه عبد الله ياسين؟ لو جيت قلت عبد الله ياسين اقول لك اخو ربيع ياسين. يعني الناس مش واخد بالك بس هو 37 لعيب وممكن الناس تشتغل زي شوقي غريب اللي انا طبعا يعني بحترمه في الجزئيه دي. لما جاب المنتخب الاولمبي لو تفتكر وجاب زيدان وجاب لعيبه ما كانش الناس واخده بالها منها. طيب انا عايز اخد مجموعه من حضرتك اللي الاهلي واس روما 2001 اللي كان بيلعب مونتوليا اللي هو المدرب الحالي لمحمد صلاح في الفيولا حط جول. هو اللي حط اس روما بضربه جزاء واشتغل على فكره. الماتش ده خلص 2-1 الاهلي. ابراهيم سعيد الهدف الاولاني وايفلينو الصفقه الانجوليه مع دالبرتو هو حط جول. فالنتيجه كانت 2-1 اس روما لو تفتكر. والحكم المونديالي جمال الغندور 2001. يا سلام انت ما شاء الله 5 جنيه ده هايل جدا